في عالم لا يعترف إلا بلغة الأرقام والإنجازات، هل تساءلت يوماً عن القيمة الحقيقية لمنتخبك المفضل خارج المستطيل الأخضر؟ ليست مجرد أهداف وانتصارات، بل هي بورصة حقيقية تحدد أسعار النجوم والمنتخبات. اليوم نغوص في أعماق هذه البورصة الكروية لنشكف عن الفارق المذهل في القيمة التسويقية بين عملاقين من شمال إفريقيا، أسود الأطلس ونسور قرطاج. ثمن يتفوق في معركة الأرقام. ابقوا معنا. نعم، في عالم كرة القدم الحديثة لم تعد القيمة محصورة فقط في الأداء على المستطيل الأخضر، بل امتدت لتشمل القيمة التسويقية للمنتخبات ونجومها، والتي تعكس قوة الدوريات التي ينشط فيها اللاعبون وجاذبيتهم للعلامات التجارية. وفي هذا السياق يظهر تقييم المنتخبين الشقيقين المغربي والتونسي تبايناً لافتاً في قيمتهما السوقية الحالية. المنتخب المغربي تحليق أسود الأطلس عالياً بقيمة تسويقية تصل إلى 351 مليون يورو. يشهد المنتخب الوطني المغربي طفرة كبيرة في قيمته التسويقية، مدفوعاً بالأداء المميز لنجومه المحترفين في أبرز الدوريات الأوروبية. ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة يونيو 2025، تصل القيمة التسويقية الإجمالية لأسود الأطلس إلى حوالي 301 مليون يورو. هذا الرقم الضخم يعكس القيمة الفردية العالية للاعبين مثل أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان وغيره من المحترفين الذين يساهمون في رفع أسهم المنتخب المغربي في بورصة اللاعبين الدولية. المنتخب التونسي يقدر القيمة التسويقية للمنتخب الوطني التونسي بناء على آخر الإحصائيات المجمعة مطلع عام 2024 بحوالي 63.2 مليون يورو. ورغم أن نسور قرطاج يضمون في صفوفهم لاعبين موهوبين ينشطون في دوريات متنوعة، إلا أن الفارق في القيمة الإجمالية يظل كبيرا مقارنة بنظيره المغربي. فارق القيمة التسويقية أكثر من 107 مليون يورو. بإجراء عملية حسابية بسيطة يتضح أن الفارق في القيمة التسويقية بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي ينال 370.8 مليون يورو. نعم، سمعتم الرقم جيدا. فارق هائل يمكن تفسيره بعدة عوامل، أبرزها عدد اللاعبين المنتمين لأندية الصف الأول في أوروبا ومستوى الدوريات التي يلعبون فيها، بالإضافة إلى الإنجازات الأخيرة للمنتخبات وتأثيرها على القيمة الفردية والجماعية للاعبين. إن هذه الأرقام وإن كانت لا تعكس بالضرورة التفوق مطلقا على أرض الملعب، إلا أنها تقدم مؤشرا هاما على الجاذبية التجارية والقوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها المنتخبات الوطنية في عالم الاحتراف.